يا حاج. ايوه يا حاج. يلا جهزت الفطار. جهز الفطار؟ جهز. هو البي لسه ما نزلش من فوق؟ لا ما نزلتش. بقول لك يا استاذ محمود، خير. انا عايز اقول لك على حاجه. خلي بالك وانت قاعد في البيت والكلام اللي انت بتقوله، علشان الخدامه كانت بتقول الاستاذ علي كان واقف هو والمدام ونادوها. مين الاستاذ علي؟ الاستاذ علي، الحاج علي اللي بره. عمي؟ اه. ماله بقى؟ شفته بيديها تليفون واداها فلوس ولا انا عايز اعرف كل حاجه بتحصل في البيت، والمدام قالت لها انا عايز اعرف كل حاجه بتحصل في البيت، وقالت لها انا عايزك انت ودني وانت عين اللي هنا في البيت. يا انور، انور. احوله مش عاجباني. ايه اللي حصل؟ صباح الخير يا حاج. صباح الخير. انا يلا ماشي على عشان المصنع. مش تفطر معانا؟ لا مش فاطر. انا محضره الفطار عشان تسيبنا وتمشي. افطر انت. خلاص براحته، سيبك منه. اعمل له ايه يعني؟ شكله زعلان على ولاد عمي. لو زعلان يروح يقعد معاهم. يبقى ريح واستريح. مش ناقصه ايه؟ انت متاكد من الكلام اللي بتقوله؟ متاكد يا بيه. اوعى تكون يا كريم عايز تظلم البت دي. سمعتهم بودني اللي هياكلهم الدود دول والله. نانا الشغاله؟ ايوه يا استاذ. طب روح يا كريم على البوابه. بقول لك امورنا يا بيه. خلي بالك. حاضر. روح. محمود، سيبنا على البت دي، هروح اكسر لك عظمها دلوقتي. عرفت بقى ان انت مفكر كل حاجه بالدراع. عم غلط وفحط حبره بنفسه. طب فهمني، قلت لك من الاول يا محمود، فهمني انت ناوي على ايه؟ هو خلاص مفكر ان اللي هو عمله ده حط لنا عين هنا في الفيلا، واحنا هنساعده. ازاي؟ انت تجهز لي المبلغ عشان اوديه لاختي. حاضر يا حاجه من عينيا، وانا قلت لك انا هجهز لك المبلغ اللي انت عايزاه واللي انت عايزاه ادولك. ربنا ميزنا عن البهايم بالعقل. هو مفكر اننا هتنقل كل اللي يحصل، بس احنا هنخليها تنقل اللي احنا عايزينه. فهمت حاجه؟ بدأت افهم. وقابلني. راحه فين يا بيه؟ انت عارف لو قلت لي بنت تاني اقسم بالله ما يحصل لك كويس، همسح بيك الارض. تلاقي المكان. انت كنت مين انت؟ يا نانا كنت فين؟ في المطبخ يا بيه. شوي فين؟ عند حمام السباحه يا فندم. طب روح ندول. حاضر. شوقي بيه، عاوز ايه؟ استاذ محمود عايز حضرتك جوه. هو صحي؟ اه يا فندم. طب روح انا جاي وراك. حاضر. انا رحت يا محمود بيه لشوقي بيه وبلغته ان حضرتك عايزه. قال لك ايه؟ جاي ورايا اهو. ماشي. حاجه تاني؟ لا شكرا. طيب. بقول لك صح. اتفضل. انت ناقصك حاجه؟ لا يا بيه، الحياه مش مخليني ناقصني اي حاجه. بيتك ناقصه حاجه؟ لا يا بيه والله. ما بلاش بيدي. ما انا اقول لك ماشي يا استاذ محمود. ماشي يا نانا. تحت امر حضرتك. محتاجه فلوس ولا حاجه؟ شكرا يا بيه، مش مخليني محتاجه اي حاجه. تسلم. لو احتجت حاجه عرفيني. شكرا يا بيه، تؤمر باي خدمه. عايز كوبايه قهوه بس. تحت امرك يا بيه، عن اذنك. يا محمود، كل ده نوم؟ كنت فين؟ انا كنت قاعد بره مستنيك لما تصحى. انا ما بنامش يا شوقي. تفكير وحش. اقول لك ايه، خلي بالك عشان البيت بتتصنط علينا. يعني ايه بتتصنط علينا؟ طب ايه؟ واقفه فين؟ واقفه عند المطبخ. كنت عايز اكلمك في موضوع مهم يا شوقي. اتفضل يا محمود. الموضوع ده انا مخبي عليك يا شوقي وما كنتش عايز اقوله لك. موضوع يا محمود؟ خير. في راجل كبير جالي هنا حلو. ايام ما ابوك كان عيان. قال لابوك كان دافن في الفيلا دي دهب. دهب؟ ايوه دهب. وقال لي الدهب ده لا يقدر بمال. يا لهوي يا لهوي، دهب وفلوس كمان؟ احنا كده بقى هنروق. كده احنا نقدر نشتري من عمك المصنع والمعلف وكل حاجه ابوك كان سابها. لو عمك مرضاش يدينا بالتراضي احنا ناخدها بالفلوس. انت صح. عايزك بقى تشوف لي كريك وتشوف لي فاس عشان نفحت النهارده في الجنينه. خلاص ماشي. انت عارف فين مكانهم؟ احنا لو هنفرم الجنينه دي كلها ونشيل حمام السباحه. وانا معاك. خلاص. هروح اجيب الكوريكو والفاس. وانا مستنيك في الجنينه. لا ده انا لازم اعرف الست هانم والبيه. انا راح اتصل بيهم. قلت ان انا اللي في الفيلا بترن. شوفيها عايزه ايه خير. الو. يا ست هانم،
ايه يا نانا عامله ايه؟ الحمد لله يا ست هانم. بقول لحضرتك، انا سمعت استاذ محمود واستاذ شوقي بيقولوا ان في هنا ذهب البيت كبير كان دفنه، وهم هيفحطوا يدوروا عليه، فقلت ابلغك. خير يا حاج؟ دهب؟ دهب؟ اه يا هانم، تتكلمي جد يا بنت؟ سمعان بودني يا هانم. طب اسكتي خالص ما تتكلميش. بقولك ايه، هما ما بيخرجوش ما بينزلوش؟ بيخرجوا يا هانم ساعات وبيرجعوا. طب اسمعي، اتفضلي. اول ما يبداوا يحطوا رجليهم بره الفيلا ترني عليا. انت سامعه ولا لا؟ عينيا يا هانم حاضر، واول ما يمشوا هبلغ حضرتك. بس حضرتك بقى ما تنسينيش يا ست هانم. تمام ماشي يا ست هانم، سلام. هي البت دي كانت بتقول، بعدين كانت بتكلم مين؟ بعدين اول ما يطلع بكلمك. مش ممكن يكونوا بيتفقوا على الاستاذ محمود والاستاذ شوقي؟ انا مش فاهم اي حاجه. انا لازم اروح اقول للاستاذ محمود دلوقتي. اهو جه خلاص. كويس ان جه. تعالى يا انور. بقول لك ايه، برمجوا بالكلام ده. اسكتي. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ايه امال كنت فين؟ كنت في المصنع. طب انا عايز اطلب منك طلب. شوف لي اي واحد بتاع كاميرات وهاتهولي. بتاع كاميرات؟ اه ليه، في حاجه ولا ايه؟ شوفهولي بس فين وبعد كده هعرفك. ماشي خلاص؟ هرن لك على واحد كده يبقى يجيلك. بس واحد يكون ثقه، ها؟ ما يعرفش حاجه عنا. حاضر. يلا بسرعه. هو ايه عايش حياته يستغرب بس؟ طب هنفحت هنا يا محمود ولا جنب الصوره يا محمود؟ الراجل قال لك ايه بالظبط؟ بقول لك يا عم محمود، خير في ايه تاني؟ انا كنت واقف بره. عرفت حاجه تاني؟ عرفت. سمعت البت نانا بتكلم في التليفون، بتقول لحد اول ما يطلع بكلمك. انا ما بقتش فاهم اي حاجه في اي حاجه يا عم محمود. كانت بتكلم في التليفون وبتقول لناس اول ما يطلعوا هبقى اكلمك. قصدها على مين يعني؟ ما اعرفش، بس بان عليك. بان عليك اول ما يطلعوا منين؟ اول ما يطلع من الفيلا. خلاص ماشي يا كريم. روح انت لو عرفت حاجه جديده بلغني. انا مش فاهم اي حاجه في اي حاجه. ايه الموضوع يا محمود؟ اصبر عليا بس يا حاج. يا حاج عايزين نسرح في الحوار ده. الحوار هيخلص. انا خايفه العيال اصبر يعملوا عليا. حاجه ولا يروحوا بيها في اي حته. المهم انا عايزك تعرفي من نانا اللي هناك ديت شوفيهم بيطلعوا وقت ايه، ما انا قلت لك. واول ما يطلعوا تبلغك. انا قاعده مستنيه اول ما هيخرجوا هي هترن عليا. هي مستنيه حلاوتها برضه. بس انت تاكد عليها يا حاجه. اكلمها تاني. كلميها تاني وعرفيها ان هم رايحين فين. هيتاخروا ولا مش هيتاخروا؟ تعالى نخمخ بقى هنعمل ايه. تعالي. انا سمعتنا الصبح واحنا بنتكلم على موضوع الدهب اللي مدفون في الفيلا يا شوقي. طب هنعمل ايه يا محمود؟ واكيد كانت بترن على مرات عمك، واكيد دلوقتي عمك عرف. كلمة هنعمل ايه دي بقى يا شوقي بتحسسني ان انت ما بتفكرش. احنا لازم نسيب الفيلا النهارده. هنروح فين يا محمود؟ لازم نسيب الفيلا النهارده، وهناخد كمان كريم. مش هنسيب غير نانا بس اللي في الفيلا. اللي دي بقى بتاعتنا. تعال. اصبري يا حاج، شتت افكاري. سيبيني اركز عشان افوق للحوار ده، عشان نانا ديت مش جايه معايا خالص الكلام بتاعها. لازم اتاكد من نفسي، لازم يكون ليها عين هناك. هتعمل ايه يعني؟ السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. يا حاج. فين اللي قلت استاذ لك عليه؟ محمد بتاع الكاميرات. ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله والله. بقول لك ايه، امورنا خير. انا عايز كاميرا اللي هي متحركه مش الثابته. عارف موجودة بس عالية عليك أوي دي. عالية عليا ازاي يعني؟ عالية. بكام؟ عاملة 5 بواكي. 5000؟ 5000. طب بص، دوم 3000. تمام. واول ما تخلص تركيب انور هيديك 2000 جنيه. تركبها هنا ولا في الشركة؟ انا هديك الميعاد وهديك المكان اللي انت هتروح تركب فيه، أنا وانور هيكون معاك. خلاص يا انور؟ خلاص ماشي. شوف كده وقت ما اديك تليفون هتاخده وتروح على المكان اللي هقول لك عليه. ماشي يا حاج. اللي خلاص. تؤمر بيه، اللي تؤمر بيه يا حاج. توكل على الله. ودي الاستاذ. قول لي بقى انت هتعمل ايه؟ يا حاجه الكاميرا ديت لازم تبقى عيني هناك. ايوه يا محمود بيه. روح يا شوقي انت دور العربيه. اتفضل يا بيه. انا مسافر وهقعد يومين بره البيت. عينك على الفيلا يا نانا. تيجي بالسلامه يا بيه. حاضر. محدش يخش ولا يطلع يا نانا. حاضر يا بيه. محدش يعرف ان انا مش هنا يا نانا.
حاضر يا بيه. انا عارف فيك محل ثقه. تحت امرك يا بيه، بس انا هقعد في الفيلا دي لوحدي يعني مع كريم. انت خايفه من كريم؟ يعني ده بعد اذن حضرتك يعني مش هينفع يا يعني. ستي ده كريم صغير لسه ما اتجوزش. ما انا فاهمه يا بيه. لو خايفه من كريم يا نانا انا هاخد كريم معايا، يا اما هخليه يقعد في البيت يومين. ربنا يبارك لك يا محمود بيه. خلاص يا نانا. تحت امرك يا عينك على بيه. الفيلا. تحت امرك، تيجي وانا بالسلامه يا عارف بيه. ان انت محل ثقه. تحت امرك يا بيه، اتفضل يا بيه، تيجي بالف سلامه يا بيه. ماشي. مع الف سلامه يا بيه. خلي بالك من نفسك. عينيا يا بيه، تحت امرك. اما نروح بقى اتصل بقى بالست هانم. الو. سافروا؟ طيب ماشي. تمام تمام. طب خليكي جنب التليفون لحد ما اقولك هتعملي ايه. يلا سلام. خير يا يا حاجه؟ حاج، خير. اللي انت عايزه تم بالحرف الواحد. احكي لي اللي حصل. ولاد اخوه سافروا عند اهل امهم. هيقعدوا قد ايه؟ هيقعدوا يومين. هيقعدوا قد ايه اكيد؟ ايوه، البت ان انا اكدت لي على كده واخدوا شنطتهم ومشوا. طب اتصلي على انور. انور جاي اهو. انور. ايه؟ انت معاك رقم محمد بتاع الكاميرات اللي انت جبته؟ لا اتصل عليه. تمام. وهتاخده وتروح الفيلا عند بيت عمك. اروح فين؟ عند الفيلا. اعمل ايه عند الفيلا؟ مش تسمع على الاخر؟ طيب وانا لسه اتكلمت قلت لك هتعمل ايه؟ هتروح هناك. شو فين يا كريم؟ طلع بالعربيه يا حاج. تلعب عربيه بره؟ اه. انت لازم تيجي معايا. اجي معاكم فين؟ انت خايف من ايه؟ لا مش خايف، لا انت بتقول لي اجي معاكم. ما ينفعش حد يقعد النهارده في الفيلا. خلاص. ماشي، واللي انت تؤمر بيه. عارف شنطه العربيه؟ تمام ماشي، عارفها العربيه. افتح شنطه العربيه واقعد فيها لحد ما اجيلك. ماشي. بتؤمر بيه. هيركب الكاميرا في الدور التاني وخليه يسلطها على الجنينه. ما تخلوش يسيب اي مكان في الجنينه لما يصوروا. سمعتني؟ حاضر يا حاج. يلا. ركز كده كلام ابوك وفوق. ربنا يفتح لي لما ماما مش هناك. مين هيفتح لك ازاي؟ يعني لما اروح هناك انا ما الجناين يشوفني ولا البواب ده؟ قولي له يا حاج على اللي هيتم. انا هناك. ركز كده الكلام ابوك وفوق وسيبك من العجرفه اللي انت فيها. خلقت لا تعترض. كاميرا هتركبها في البلكونه زي ما ابوك قالك. تجيب ما تسيبش سنتي في الجنين. البواب مش هيقول لهم؟ البواب مش هناك. نانا اكدت عليا انه مش موجود هناك. ونانا مستنظراك هناك. خلاص اللي اتقال يتنفذ بالحرف الواحد. يعني اي حاجه بس حاضر. استنى يا حاج استنى. نعم. هتنبه على الواد يوصل الكاميرات على تليفون. ما تنساش صح. تليفون انا. تليفونك انت؟ عشان الحاجه اللي هتبقى مسيطره على الدنيا هنا. خلاص. حاضر. يلا توكل على الله وبلغني باللي هيتم. حاضر. اتفضل يا استاذ محمد، ده المكان اللي هتركب فيه الكاميرات. كده عمال هتركبها في أنهي حته بقى؟ تركب فوق من على السطح كده. هنا؟ تعال.